يا مساء الجمال، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده نعمل الكشري المصري، بس الكشري الحله الواحده. كل المكونات هنحطها في بعض في حله واحده. الاول حطيت هنا شويه زيت وحطيت عليهم بصلتين كده مقطعهم جوانح، احمرهم كده ايه علشان دول اللي هيتحطوا على الوش. اوكي، هفضل اقلب فيهم كده لحد ما ياخدوا اللون الذهبي ده، وهبدا اشيلهم بقى على مناديل. تمام. في نفس الزيت بقى الموجود معايا هنزل بكوبايه شعريه، احمرها اللون الذهبي برضو. تمام. اول ما توصل للون ده هنزل معايا بكوبايه رز مصري مغسول. تمام. هقلبه كويس مع الشعريه. تمام. بعد كده معايا نص كوبايه عدس بجبه اللي هو العدس البني. هقلبهم برضو كويس كده مع بعض. وبعد كده معايا كوبايه من كل نوع ده، كوبايه مكرونه. طبعا المكرونه اللي انت تحبيها عايزه تحطيها براحتك خالص. معايا كوبايه من كل نوع. تمام. معايا هنا مكعبين مرقه دجاج، بيدي طعم حلو قوي قوي للكشري. تمام. هقلبهم بقى كلهم كده مع بعض كويس. تمام. هبدأ ازود بقى الملح طبعا واحده واحده كده علشان مرقه الدجاج فيها ملح. تمام. هقلب كده كله مع بعضه. معايا ميه مغليه، هنزل بقى بمقدار معين. يعني لو انت مجموعة عندك الحاجات 5 كوبايات، انزلي ب5 كوبايات ميه مغليه. تمام. قلبت كده كله مع بعضه، وكده بدأت تتشرب. انا بعد ما اتشربت كده وطيت عليها وبدأت اقلبها كده، ما شاء الله اللهم بارك، حلوه قوي قوي، ولا معجنه ولا اي حاجه. يلا بينا نعمل الصلصه. عندي صلصه في الفريزر طلعتها تفك، وهنا في طاسه حطيت زيت، معلقتين توم كبار كده، وهقلبهم لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. تمام. زي ما انت شايفه كده هنزل بقى عليهم بمعلقه خل، معلقه كبيره خل. اخد الطشه ديت واقلبها كويس، وعصير نص ليمونه. تمام. اقلبهم كده مع بعض وانزل بيهم على الصلصه. كده الصلصه فكت عندي ونزلت عليها بالثوم. اقلب بقى كويس، هحط ملح وفلفل اسود وكمون. اقلب بقى كده وكده بقت ايه الصلصه جاهزه معايا. تمام. وكده خلاص الكشري استوت اهي معايا وشربت الميه بتاعتها كلها. وبجد بجد حلوه قوي ومفلفله كده، شربت الميه بتاعتها وكل حاجه محتفظه بقوامها وبلونها. بجد صاحبة فكرة ان الكشري في حلة واحدة، بجد فكرة جميلة جدا. بدأت هنا بقى اغرفها كده بقى، طبعا الغرف ده والشكل ده بتاعك انتي بس. وطريقتها سهلة جدا، يعني انا ما كنتش هعملها غير كده بصراحة. ما خدتش مني لا وقت ولا مجهود خالص. بجد حلوة حلوة قوي، واهم حاجة ما خدتش مواعين كتير. بجد جميلة قوي قوي. دي كانت طريقتها سهلة. وده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. لو عجبكم دوسوا لايك وشير كتير كتير، واهم حاجة سبسكرايب للقناة وفعلوا زر الجرس. والسلام عليكم.